الديمقراطية، لأن علان الفاسي عاش طيلة حياته وهو يدافع عن الديمقراطية وعن الحرية وعن في إطار بطبيعة الحال ثوابت الأمة، يعني الله الوطن والملك. وبالتالي أنا أعتبر أنه مثل هذه التظاهرات هي ضرورية وأساسية لمحاولة الحفاظ على هذا التاريخ العظيم الذي خلده لنا علان الفاسي وأنجزه في مرحلة ما، والذي الآن هناك إرادة لطمسه، لأن الغاية هي القضاء على شيء جميل، وهو هذا الوطن المغربي الذي قد يصبح بدون أساس إذا ضاع منه الفكر الأساسي. ولذلك نحن نقوم بهذه الاجتماعات في إطار الندوات في إطار هذه الجمعية، للغاية منها هي الدفاع عن ثوابت الأمة وثوابت الفكر ديال علان الفاسي بالخصوص.